السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مساء الخير ومساء الورد على أحلى متابعين في الدنيا كلها. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بكل خير وسعادة وهنا. بجد وحشتوني كتير جدا. النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم وصفة سهلة وبسيطة وكمان سريعة، وبجد طعمها كده خيال. هنحضر النهاردة شرايح الفراخ المشوية، بجد جميلة جدا. هنشويها في الفرن، يعني هتنسي البانيه وتنسي القلي وتنسي البقسماط وتنسي البيض. وجربي بجد الطريقة دي، هتاكلي احلى شرايح فراخ مشوية، بجد طعمها تحفة. يلا بقى يا حبايبي نشوف هنعمل ايه. معايا هنا الحاجات اللي هعمل بيها التتبيلة التحفة، بجد ريحتها هتجيب لاخر الشارع. معايا هنا توم، ومعايا شطة، معلقة شطة ومعلقة فلفل اسود ومعلقة بابريكا ومعلقة ملح صغيرة. ومعايا طماطم وفلفل زي ما انتم شايفين كده شطة، ومعايا كمان بصل. هنقطع بقى الحاجات دي كلها ونضربها كويس جدا في الخلاط كده زي ما انتم شايفين. ده طبعا انا بحط الطماطم الاول علشان الخلاط ينفع يلف معايا، لان لو حطيت البصل الاول هيبقى ناشف على الخلاط ومش هيلف معايا. طبعا التتبيله دي تنفع للمشويات، لاي حاجه مشويه، يعني ممكن تنفع كمان للفراخ المشويه. تنفع تتبيله للحمه المشويه، يعني التتبيله دي تنفع لاي نوع حاجه تشويها. يعني بجد بتخلي الحاجات بتاعتي اللي انا بشويها طعمها جميل جدا، وبتبقى مظبوطه، ملحها مظبوط، بتبقى جميله جدا يعني. وكمان لما تيجي تحطي البانيه في الفرن، ما تخليهوش مدة طويلة علشان ما ينشفش معاكي، وتبقى يعني يبقى النار عالية علشان ما ينزلش ميته وينشف معاكي. يعني ما انتي بتيجي تنزليه، تحطي البانيه في الفرن او تحطيه على النار فوق، ممكن لو عندك جريل او طاسة ممكن تشويه على النار فوق، بس اهم حاجة تبقى الطاسة سخنة الاول، وبعد كده تنزليه ياخد صدمة، علشان لو الطاسة بتاعتك باردة ونزلت البانيه هينزل ميته ويطلع ناشف معاكي. يعني عشان في ناس كتير البانيه بيطلع معاها ناشف، فانا حبيت اقول بس التركة دي يعني عشان يطلع معاكي مظبوط وطعمه حلو، وكمان يطلع معاكي طري ما يطلعش ناشف. طبعا انا حطيت دلوقتي الطماطم والبصل والفلفل والثوم. هحط كمان البهارات، وحطيت طبعا انا حطيت كوبايه ميه وضربت الحاجات الطماطم والفلفل والثوم، الحاجات اللي انا حطيتها دي الاول، وبعدين جبت الخلاط تاني احط البهارات بتاعتي وبعدين اضربه كمان ضربه تانية. ممكن انتي يعني تحطي كله وتحطي البهارات وتضربيه مع بعضه، وممكن تعمليه في خطوتين زي ما انا عملت كده. في الحالتين يعني هتطلع 100% ان شاء الله. كده حبايبي، دي طبعا خلطة الفراخ بجد طعمها جميل جدا، بتخلي يعني الحاجات المشوية بتاعتك تروح في حتة تانية خالص، بتخلي الحاجات طعمها حلو جدا. نحط طبعا معلقة كبيرة، دي ممكن تلاقيها في اي سوبر ماركت، تبقى متوفرة يعني. هقلب بقى التتبيلة بتاعتي كده كويس جدا، وهنزل فيها الفراخ. طبعا لقيتها محتاجة ملح، حطيت كمان نص معلقة ملح صغيرة. هنزل بقى شرايح البانيه بتاعتي، هحط كمان مكعب مرقة، وده اختياري، ممكن تضيفيه وممكن لا، يعني الاضافات دي كلها اختياري، ممكن تضيفيها وممكن ما تضيفهاش براحتك يعني. واحط كمان شوية زيت، يا دوب معلقة زيت كده، ما يكترش عن كده، هي معلقة واحدة زيت، دي برضو اختيارية، بس بتدي كمان طراوة معاكي للبانيه بتاعك. كده خلصنا خلطة البانيه. تعالي بقى نشوف هنعمل ايه تاني. ده البانيه بتاعي، طبعا انا قطعته شرايح كده زي ما انتم شايفين، وغسلته كويس جدا، وبعدين نقعته في ميه وخل وليمون وملح، وسبته ربع ساعة، وبعدين شطفته تاني وسبته يتصفى. دي طبعا الخلطة بتاعتي. فضيتها هنا، فضيت نصها هنا علشان يبقى محكوم كده في العلبة كده. حطيت طبعا كمان معلقة خل، وقلبتها كويس جدا مع الخلطة بتاعتي، وهنزل البانيه بتاعي. طبعا انتي لو مستعجلة هتسيبيه في التتبيلة ديت ساعتين او 3 ساعات بالكتير. لو مش مستعجلة بقى ممكن اول ما بتصحي بتحطيه في التتبيلة دي، وعلى بعد ما تخلصي خالص كل اللي وراكي تبدأي تعمليه، هيبقى شارب من التتبيلة وهيبقى حلو جدا. يعني كل ما بتسيبي البانيه بتاعك او شرايح الفراخ في التتبيلة، كل ما بيبقى طعمها احلى وبتبقى طرية اكتر. هقفل بقى عليها الغطا كويس جدا، وهسيبها 4 ساعات في التلاجة. زي ما انا قلتلك ممكن تسيبيها ساعتين، ممكن تسيبيها 3 ساعات، كل ما يبقى معاكي وقت كل ما بتسيبيها في التتبيلة اكتر. هنشوفها تاني بقى كده. كده بعد ما طبعا ما سبتها في التلاجة، رصيتها في صينية كده، وطبعا هبدأ ادخلها الفرن.
انتي لو مش حابة تدخليها الفرن ممكن تشويها على البوتاجاز عادي. لو عندك طاسة ممكن تعمليها في الطاسة على البوتاجاز فوق، زي ما انا قلتلك بتسخني الطاسة كويس جدا، وبعدين تنزلي شرايح البانيه وبعدين تبدأي تقلبيها او شرايح الفراخ، بتطلع معاكي جميلة جدا ولونها بيطلع تحفة برضو. وكده شرايح الفراخ بتاعتي او البانيه بتاعي بعد ما خلص، البانيه المشوي او شرايح الفراخ المشوية، ايه رأيكم؟ بجد طالعة ريحتها جميلة جدا وكمان طرية وجميلة، ان شاء الله تجربوا.